السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجوري. النهاردة هعمل معاكم الجمبري، طريقة سهلة قوي وهيعجبكم مع الرز الأحمر. طريقته سهلة وهتعجبكم برضو. الجمبري ده مقرمش وكريسبي وجميل جدا زي المطاعم بالظبط. هنشوف الطريقة مع بعض دلوقتي. يلا مع بعض على الطريقة. دلوقتي هنشوف المقادير اللي هنستخدمها في الجمبري النهاردة. انا جبت عبوة جاهزة من الجمبري حوالي نص كيلو، وهوريكم ازاي بطلع الشوكة الرملية من الجمبري علشان المفروض تتشال، ما بتبقاش كويسة في الاكل لان بيبقى فيها متعبي رملة. انا جبت دلوقتي عندي دقيق هنا، الدقيق حسب الكمية اللي هستخدمها، يعني نص كيلو حسب ما انت هتعملي. انا جبت كوباية هنا وكوباية هنا دقيق، وعليها معلقتين نشا، معلقة هنا ومعلقة هنا، والبابريكا برضو، وبيكنج باودر معلقة صغيرة هنا ومعلقة هنا، وبجهزهم علشان احط فيهم. هوريكم هنعمل ايه. وادي تتبيلة الجمبري. عندي بابريكا وتوم مفروم، وعندي كزبرة وفلفل وكمون وفلفل اخضر مع احمر. دي تتبيلة الجمبري. كمان انا هعمل الرز الاحمر. ادي رز مصري، وعندي طماطم خلطتها، وعايزة صلصة جاهزة مفيش مشكلة، وعندي بصل متقطع قطع صغيرة. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ادي الجمبري هنفضيه هنا، وهوريكم لو لقيت اي واحدة مش متنضفة من الكيس الرمل ده هوريكم ازاي بطلعها. اهو لقيت واحدة اهي. دلوقتي هوريكم ازاي اطلع الشوكة الرملية من الجمبري. هي بتبقى في ظهر الجمبري كده، اروح فتحة كده من النص عشان كلها تطلع معايا. طلع كده واشيلها واخرجها. ادي الجمبري بعد ما شلت الشوكة الرملية منه بقى زي الفل اهو. نضفته عليه، نضفته بالملح والليمون، بس ما لما بنضفه بشويش عشان هو طري ما يتهرش منه. ادي الجمبري اهو. وزي ما قلت لكم انا محضره الدقيق والتتبيله. الاول حاجه انا هحط التتبيله بتاعتي اللي قلت عليها اهي. كله هحطه مع بعض، الثوم والفلفل والبابريكا والفلفل والكمون، كل ده، وهقلبه. وكمان حطيت الليمون، اقلب كده شويش عشان ما يتهريش منه. هنعمله بطريقه كريسبي هيعجبكم قوي اهو كده. وهسيبه يتبل شويه. في ناس بتسيبه في التلاجة ساعتين، ساعه. ممكن اعمله كده عادي واشتغل بيه وهيبقى جميل برضو عادي. هسيبه كده. ادي كمان الدقيق اقلبه. قلت زي ادي الدقيق هنا والتتبيله بتاعته، واقلب كمان هنا. بس طبقه احط عليه شويه ميه علشان تبقى عجينه طريه معايا.
بكترش مقدار الدقيق علشان مش هعرف استخدمه تاني. طبق هسيبه كده، والطبق التاني هحط فيه شوية مية كده واقلبه. مش يعني ايه، عايزاها عجينة سايلة عشان احط فيها الجمبري عشان يعمل لي طبقة هتديني في الاخر نتيجة كويسة قوي، اللي هي الكريسبي. حتى لو ولادك مش بيحبوه هيعجبهم قوي. لو عايز ميه حطيله تاني اهو، نقلب كده. بما ان رمضان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين، فلازم ناكل سمك او اي حاجه من يعني زي السمك. جمبري بقى اللي بيحب حاجه بيعملها قبل رمضان، لان احنا من الناس اللي ما بتاكلش سمك في رمضان. في ناس بتحبه لكن احنا يعني ما بنفضلش ناكله في رمضان. ادي قلبته كده اهو. عايز شويه ميه كمان. ادي حطيت كمان شويه ميه واقلب كده بقى سايل معايا كده. وادي القوام اللي انا عايزاه. هحط فيه الجمبري واحده واحده علشان ما يتعجنش مني، وتبقى كل واحده منفصله عن التانية. احطه كده واقلب. ادي اطلع كده الجمبري واحده واحده اهو بايدي كده، واحط في الدقيق اهو. واطلعه كده اهو كده، واحطه في الدقيق شويش خالص عشان يعمل لي الطبقة المقرمشة اهو. مش هيبان غير لما يتقلب. ادي اهو، شايفين اهو. واحطه في الدقيق كده واطلعه. انا هعمل الكمية وارجع لكم تاني. ادي عندي الطاسة جبتها وحطيت فيها الزيت، والجمبري هحطه واحدة واحدة علشان ما يتعجنش ويلزق في بعضه. واحدة واحدة كده واحطه اهو بالطريقة دي كده. في نفس الوقت انا حاطة الصلصة بتاعتي تسبك على النار علشان الاتنين يستووا مع بعض واكسب وقت. ادي الجمبري اهو، مملاش الطاسة علشان ما يشبكش في بعضه ويبقى مش ظريف اهو كده بعيد عن بعضه. واحطه وارجع اعمل بقية الكمية بتاعتي اهو كده، يبقى كريسبي وجميل قوي. في بياكلوه بالرز وفي بيحبوه يعملوا سندوتشات اهو كده زي ما بتحب اهو. زي ما قلت واحدة واحدة كده اهو بالشكل ده كده.
مش هاملة الطاسة قوي زي ما قلت. كفاية قوي كده وهرجع لكم تاني. ادي يا جماعة اتحمر اهو الجمبري اهو، هقلبه ولو لازق في بعض هفصله من بعض عشان ما يبقاش ملزق في بعض اهو. شايفين اتحمر ازاي؟ ادي الجمبري اتحمر اهو، طلعه كده وصفيه كويس وهسيبه، مش هحطه على ورق اللي هو تصفية الزيت، انا هسيبه كده في الطبق عشان يبقى مقرمش، وهطلعه واحط الباقي كده عشان يتحمر. وانا عشان اكسب وقت سبت الصلصة على النار بتتسبك، وهحط الرز معاكم دلوقتي عشان الاتنين يستووا مع بعض اهو. انا دلوقتي قبل ما احمر الجمبري هوريكم الرز الاحمر. انا دلوقتي جبت حطيت زيت وخرطت البصل فيه كده بالشكل ده، وهقعد اقلب فيه لحد ما يتحمر. زي ما انتوا شايفين كده البصل قلبته يا دوب اتحمر، وبعدين هحط عليه الطماطم اللي انا عصراها وعليها ملح وهسيبها تتسبك، وهسيبها تتسبك وارجع لكم تاني. ادي يا جماعه بعد الصلصه ما اتسبكت معايا هزودها ميه وهسيبها بس تاخد غلوه، وبعدين احط الرز بتاعي وهتشوفوا هيطلع رز احمر هيعجبكم قوي. هي غلوه واحده احط الرز. دلوقتي ادي بعد ما حطيت الميه على الصلصه وغلت، انا هحط الرز وهسيبه ياخد راحته في السوا وهيعجبكم قوي. ادي الجمبري بعد ما اتعمل اهو، شايفين ازاي كريسبي ومقرمش وجميل قوي وهيعجب ولادكم. وادي الرز الاحمر طريقته جميله قوي وطعمه كمان جميل جدا وهيعجبكم. يا رب الطريقه تعجبكم، وان عجبتكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه. كل سنه وانتم طيبين.